بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيد النائب يعني طرح سؤال وقال باللي باش هذه الحافلات التابعة إلى ليزاجونس دو فواياج اللي راهم يروحوا تقريبا لتونس واللي تم يعني توقيفها دون سابق إنذار مؤخرا، فبالفعل يعني تم توقيف الحافلات، كون أننا لاحظنا في المدة الأخيرة عدد كبير من الحافلات وصل إلى 5000 حافلة تقطع الحدود بين الجزائر وتونس، خاصة في شهر نوفمبر وديسمبر. جزائريين ليس من عادتهم أنهم يسافروا بهذه الأرقام الكبيرة إلى تونس. وما لاحظناه هو ما لاحظه كذلك الإخوة في تونس، يعني نفس التقييم اللي درنا أنا في الجزائر داروه الإخوة في تونس. وأنتم تعلمون أنني كنت مرافقا لسيد الوزير الأول نهاية الأسبوع الماضي، وتم الحديث في هذا الباب هذا. واكتشفنا أن يعني بعض يعني ليزاجونس دو فواياج يقوموا بعملية تاع نقل يعني مواطنين جزائريين من الجزائر إلى تونس، واستعمال بعض الطرق الاحتيالية والخارج عن طريق القانون بإيصالهم إلى الأرض التونسية بطريقة قانونية، وين يعني يديروا الكاشي في الباسبور تاعهم. بعد ذلك يعاد إدخالهم إلى الجزائر عن طريق بعض المعابر الغير محروسة، ويقعدوا الأيام يعني 6 أو 7 أيام المنصوص عليها قانونا، ثم يعاد إدخالهم بنفس الطريقة عن طريق هذه المعابر الغير المحروسة، ويعاد إدخالهم عن طريق المعابر حيث يعاودوا يكاشيو الاسم تاعهم ويستفيدوا من هذه الأموال، هذه 750 أورو اللي راهي تمدها الدولة الجزائرية كمنحة إلى المواطنين من أجل قضاء يعني عطلة نتاع 4 أو 5 أيام يعني في الخارج. فلما شفنا هذه العملية هذه يعني قمنا بالعديد من العمليات نتاع مراقبة، من بينها يعني حتى نتأكد، لأنه هذه المنحة هذه تمدت السيد رئيس الجمهورية كان أقرها من أجل التخفيف على العائلات والسماح للعائلات يعني الزوج والزوجة والأبناء باش يروحوا يجوزوا على الأقل يعني تقريبا مجموع ما يقارب، لما تكون عائلة نتاع 4 أشخاص ما يقارب تقريبا 3000 أورو أكثر، يعني تسمح لهم باش يجوزوا على الأقل 4 أو 5 أيام في ظروف جيدة وممتازة. فإذا بهذه المنحة هذه تتحول إلى نقمة. شفنا باللي باش يعني في هذه الفترة هذه أكثر من 100,000 أو ما يقارب 100,000 يعني مسجل في اون شوماج، هم الناس اللي راهم في البطالة، هم الناس اللي راهم يستعملوهم باش يمروهم عبر الحدود إلى تونس، تقريبا 100,000 يعني خلال شهر نوفمبر وديسمبر. هذه الأرقام المرعبة هذه، هذا ما خلانا يعني نوقف ونطلب باش تكون فيه يعني رخصة باش هذه الحافلات هذه تعبر الحدود الجزائرية. وكنا طلبنا منهم يعني وعطيناهم، قال باللي باش الحافلات الآن عندكم التزامات بمواطنين اللي راهم موجودين في التراب التونسي، ما في أي مانع الحافلة تدخل فارغة، شرجوا الناس اللي راهم تما وعاودوا تدخلوا بهم عادي. ولكن ولا واحد قدم بطالب، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أنه ولا مواطن موجود في تونس، يعني ما كان حتى مواطن في تونس، كل المواطنين كانوا يدخلوهم بطرق احتيالية وطرق غير قانونية. فهذه المنحة هذه اندارت على أساس أن تكون نعمة يعني وتعود بالفائدة على العائلات وعلى الجزائريين بصفة عامة، ولكن تحولت إلى نقمة. فنحن نحاول أن نعالج على مستوى الحكومة. اليوم يتم فيه دراسة من أجل إيجاد الحلول. قول باللي باش السيد الرئيس لم يتراجع، يعني ما فيش قرار نتاع التراجع على منح هذه المنحة، فهي حق نتاع المواطن الجزائري ونتاع الأسرة الجزائرية بصفة عامة، ولكن سنجد يعني الأطر القانونية من أجل يعني عدم تحويل هذه المنحة إلى مآرب أخرى. ومن بين الحلول يعني سيلاكارت بريبي اللي رانا ندرسوا فيها إن شاء الله يولي يدي الأموال نتاعو في إنكارت دونك، حتى تكون عندنا انتراسابيليتي نتاع الأمور كيف صرفت وكيف تم التصرف فيها في المستقبل القريب. يعني هذا هو الشيء اللي كاين. نحن نحاول أن نعالج الإشكالية يعني في على مستوانا، والإخوة التوانسة كذلك يعني اكتشفوا نفس الشيء اللي وصلنا له احنا. فلا دولة تونس استفادت من هذه الأموال ولا الجزائريين، العائلات الجزائرية استفادت، بل يعني هم سماسرة هم اللي استفادوا من هذه الأموال هذه وقاعدين يستعملوها في استعمالات لا نعرف خباياها. يعني نتمنى ان شاء الله اني وصلت الفكره، وهذه يعني بكل صراحه وبكل اخلاص وبكل صدق، يعني ما كان لا التواء ولا هم يحزنون، والله هذه الحقيقه كامله.